السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل عصير جميل جدا بنشتريه كلنا، اللي هو ايه؟ الزبادو. بنشتري الزبادو، الولاد بيبقوا مدمنين زبادو وعايزين. فانا قلت لهم طب وليه؟ والعلبة بقت ب9 جنيه ونص، الازازة الصغيرة بقت ب9 جنيه ونص دي. طب وليه نشتري دي ب9 جنيه ونص؟ ما احنا نعمله في البيت، وهنعمله بطريقة جميلة جدا وبسيطة، وكفاية ان انت عاملاه في بيتك بايدك لولادك، وحاجة نظيفة وحاجة واثقة منها. انا معايا هنا كيلو فراولة، ومعايا كمان لبن بخيره، ومعايا عسل ابيض. وهنبدأ دلوقتي نعمل الزبادو بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتعجبكم ان شاء الله، وهتعمليه كل يوم. وولادك هيبقوا مدمنين زبادو ويقولوا كل شوية اعمل لنا يا ماما. انا بقى هجيب كده الفراوله بتاعتي، وهقطع بس القمع اللي فوق ده، انا غسلاها كويس جدا. هقطع القمع اللي فوق ده وهقطعها كده في الخلاط 2 أو 3 على حسب. ممكن كمان تعمليها في الكبة لو عندك، او بالهاند بلندر بتبقى جميلة برضو. اهو. هقطع بقى كده كمية الفراولة بتاعتي. ليه نشتريها بالغالي طالما نقدر نعملها في البيت وبأبسط الأشياء، وكل مكوناتها عندنا في البيت، ونعمل حاجة نظيفة ومن صنع ايدينا، وضامنة انت عاملاها ازاي ومفيهاش مواد حافظة. هتشربي عصير فريش جميل جدا، مش هيضر ولادك، وهتعملي لهم حاجة جميلة ومن البيت. وكفاية ان انت ضامنة نظافتها وانت عاملاها ازاي. هقطع بقى الفراولة بتاعتي بالشكل ده كده. وهقول لكم على حاجة حلوة، على تركاية كمان حلوة قوي، هتخليها طعمها زي الزبادو اللي في العلب بالظبط، ولادك مش هيعرفوا يفرقوها عنه. قطعت انا بقى كده كمية الفراولة بتاعتي بالشكل ده. وهبدأ بقى هنا اجيب الكيس اللبن بخيره ده. هحط لها كوبايتين لبن. ده نص كيلو لبن، انا هحط لها كوبايتين لبن. بالشكل ده كده. احط لها ايه تاني بقى؟ التركايه اللي هتخلي طعمه عامل زي الزبادو بالظبط العلب، كيس الفانيليا. كيس الفانيليا دون هو كيس واحد بس على شفشق الخلاط ده، علشان طعمها ما يكونش زاع وتمرر منك. كيس الفانيليا ده هيخلي طعم العصير الفريش بتاعك زي الزبادو العلب بالظبط. هاخد معلقتين عسل ابيض وهحطهم. لو انت ما عندكيش عسل ابيض استبدليه بالسكر. تمام. معلقتين عسل ابيض كفايه. لو انت عايزه تحطي سكر حطي. ولو انت حطيتي العسل الابيض ولقيتيه عاوز سكر، حطي له معلقتين سكر تاني. عايزه تزودي عسل زودي. هنضربه بقى كويس جدا في الخلاط، ونرجع بقى نصبه مع بعض. سهل وبسيط جدا، وما خدش في ايدينا اي وقت، وضامنين نظافته، وعاملين هو وواثقين احنا عملناه ازاي. هنصب بقى كده في الكوبايات. بصوا شايفين الجمال؟ قوامه زي الزبادو بالظبط. وعايزه اقولك على حاجه، لو عايزه كمان تخليه غني اكتر كمان وتلاقي طعمه ما تفرقوش عن الزبادو بالاكتر، حطي له كوبايه زبادي فراوله بس. بصي هتشربي احلى عصير من ايديكي، ولولادك حاجه نظيفه هتقدمي لهم الخير بايديكي، ومش هيطلبوا العصير اللي من بره ده تاني. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. واللي أول مرة يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله إشعار بكل فيديو جديد بننزله. استودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.